اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده فيديو الحقيقه انا كان نفسي اعمله من فتره كبيره جدا. الحقيقه ان الشيخ النقشبندي رحمه الله عليه اثرى الحياه بشكل عام بالعديد والكثير من الاعمال الدينيه ذات القيمة العالية جدا، ويقدر ان هو يغني جميع انواع الغناء، ولكن هو في الحقيقة تخصص في الانشاد الديني. فكان بيعمل مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيبتهل في كل المناسبات الدينية، وكان هو يعتبر الصوت الرسمي لشهر رمضان المبارك. تعالوا بقى ندخل لأجواء رمضان. الحاجة اللي كانت بتحسسنا أكتر حاجة برمضان جنب أذان المغرب بتاع الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه. تعالوا نسمع مع بعض وبعدين نتكلم. طيب نقف هنا علشان في حاجة مهمة قوي. المجموعة اللي بتغني معاه بتقول جملتين. المجموعة الأولانية بتقول الله الله، والمجموعة التانية بتقول يا رب. فبتيجي الله الأولانية مع يا، والله التانية مع رب، والطلعة تحفة جدا. عبقري اللي عاملها، عبقري. وبيخش بقى الشيخ سيد النقشبندي بالروعة بتاعته. فالتركيبة نفسها غاية في الجمال والروعة. هي عبارة عن مقدمة ونهاية بنفس الأسلوب، سمعها لكم برضو طبعا، وفي النص ابتهال ودعاء. طبعا الواحد لما بيسمع الابتهال اللي زي دوت او الدعاء دوت بتثير فيه يعني النزعة الدينية، وبتقربه، بتحسسه كده ان هو بني ادم، تحسسك انك قريب من ربنا. بعثت فينا أحمدا، بتفكرك بحاجات وبتفتح لك سكك. يعني اللي هو مش لازم اقول لك حديث او اقرا لك قرآن علشان اثير عندك الحس الديني. الابتهالات بتعمل الدور ده. عليه صلي ربنا دائما. من ضمن الحاجات اللي انا بحبها في الابتهالات والادعية ان هي بتخلينا على طول بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وانصرا. بتخلينا على طول بنقول سبحانك يا الله. بتخلينا على طول بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بتخلينا على طول نقول الله الله. أنا بحب الابتهالات، وبحب أسمعها من حد زي الشيخ النقشبندي علشان القيمة المضافة اللي بيعملها واحد زي الشيخ سيد الله يرحمه على النوعية دي من الابتهالات. فنقدر ان احنا لما نسمعها نبقى حسنها قوي. لان احنا عارفين ان يعني الدين ما فيهوش، يعني عارف انت اللي هو كده ستريت، مستقيم، خط واحد. فبالتالي لما يبقى فيه نوع من انواع التجويد، زي مثلا لما المقرئين بيقرأوا القرآن المرتل،
والقراء اللي بيقرأوه أو نفس القراء ما بيجوا يقرأوه مجود. فغالبية الوقت في العادي احنا بنسمعه مرتل، ولكن لما بنبقى عايزين يعني مشاعرنا تثار ونروح أبعد مع الله سبحانه وتعالى، بنسمعه مجود. ويا سلام لو سمعناه من أحد المشايخ العظام زي الشيخ الحصري، زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، زي الشيخ الطبلاوي، زي الشيخ محمد صديق المنشاوي. هؤلاء المقرئين والشيوخ العظماء أثروا حياتنا بأعمال. طبعا هو في الأساس القرآن الكريم، ولكن أسلوبهم يعني حتى مصر اشتهرت بقراءة القرآن، وقيل ما قيل عن مصر في ذلك لأن القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر. يا جماعة أنا النهاردة غاية في السعادة إني قدرت يعني أعمل لكم فيديو عن الشيخ سيد النقشبندي رحمة الله عليه. طبعا احنا في مبتهلين كتير جدا زي الشيخ نصر الدين طبار، وزي الشيخ الفاشني، وزي ناس كتيرة جدا، ولكن الأحب إلي هو الشيخ سيد النقشبندي. وهو كان صوت من أصوات مصر. وانت ماشي في الشارع فترة الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات ويمكن بعد كده كمان بتسمعه على طول، الإذاعة وشرايط الكاسيت ولما بتروح. والله يا جماعة لما كنا بنروح جوامع يعني في أماكن زي مثلا الأزهر، السيدة زينب، سيدنا الحسين، عمرو بن العاص، الجوامع الشهيرة، كنت تدخل تلاقي شيخ من المشايخ الشهيرة ديت بيبتهل، شيخ بيقرأ قرآن. أنا كذا مرة يعني في الجامع الأزهر في صلاة الجمعة كان بيبقى الشيخ الطبلاوي رحمة الله عليه. يعني أنا ما لحقتش الحقيقة يعني المشايخ العظام القدامى، يعني كنت صغير، لكن لحقت الشيخ الطبلاوي. يعني كان الشيخ نصر الدين طبار كان في التسعينات والثمانينات، كان ليه في صلاة الجمعة وصلاة الفجر كنت دايما بتلاقيه في التلفزيون لما كانوا بيبثوا الصلاة على الهواء مباشرة، كنت بتلاقيه موجود. فما شاء الله يعني ربنا يعني حبانا بهذه المواهب الرائعة اللي خلت يعني قلوبنا تبقى متعلقة بربنا سبحانه وتعالى وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعني نوع من أنواع الهداية لينا. واللي كان بيحس في وقت من الأوقات إن هو بيبعد، كان أصواتهم وأعمالهم بتقربوا من جديد. في النهاية أتمنى إن فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتس اللي تحت الفيديو، وأنا محضر لكم حاجات تانية إن شاء الله نستمتع بيها برضو قبل نهاية رمضان إن شاء الله. إن شاء الله في يعني قبل ليلة القدر المباركة إن شاء الله أكون في فيديو تاني أعمله لكم، هخليه مفاجأة إن شاء الله هيعجبكم بإذن الله. أشكركم وأشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله.